بتفكر تعمل كارير شيفت؟ اسأل نفسك السبع أسئلة دي الأول. أهلا بيكم في خطوة جديدة تعمل بيها أثر. أنا هند مراد وانتم بتسمعوا بودكاست خطوة وأثر. يا مساء الفل عليكم. تخيل كده معايا المشهد ده، الساعة 6:30 الصبح، المنبه رن، وعلى فكرة دي مش أول مرة يرن، دي للمرة الثالثة، وانت لسه بتقاوم انك تقوم من السرير. اول ما فتحت عينك اول فكرة بتيجي في دماغك انا مش عايزة اروح الشغل النهاردة. لا فعلا انا مش عايزة اروح الشغل النهاردة. المهم قعدت تتحايل على مخك كده وعلى نفسك، ورحت جاي قايم، قمت بالعافية بقى، لبست ونزلت وركبت المواصلات. طبعا المواصلات بقى يا اما مواصلات اللي هي العامة يا اما عربيتك، مش فارقة. اهم حاجة انت كل في الطريق وانت رايح للشغل انت سرحان في فكرة واحدة، في سؤال بتكرره وبتقوله لنفسك كل يوم: هو أنا فعلا في المكان الصح؟ يمكن انت واحد من ناس كتيرة جدا بيعدوا المشهد ده كل يوم، كل يوم المشهد ده بيتكرر معاهم. بيجي واقف مع نفسه كده ويقعد يقول: هو أنا بقى ايه الكلام؟ هو أنا لازم أغير المجال بتاعي؟ بس في الحقيقة ان الفترة الأخيرة دي احنا ابتدينا نسمع المصطلح بتاع اللي هو كارير شيفت او تغيير المسار المهني. كل يوم كل يوم تقريبا لو انت بتفتح اللينكد ان، لو عندك اكاونت عليه، هتلاقي حد كاتب: بعد 15 سنة في المحاسبة بدأت رحلتي في التسويق، بعد 20 سنة في الهندسة بقيت يو اكس ديزاين، مش عارفة كنت موظف خدمة عملاء ودلوقتي انا بقيت ديتا اناليست. فقصص وحكايات احنا بنشوفها كل يوم بتعدي علينا، لازم بتلاقي قصة ولا حاجة عدت عليك بس بتشوف ان هو ده طبيعي، هو اللي بيحصل ده طبيعي. هو انا كمان المفروض اغير مجالي؟ كل حد ممكن تجيله الفكرة دي ويشوف الكلام ده دماغه تلعب شوية: طب انا مش مبسوط في الشغل، انا مش مرتاح، طيب يبقى كده اغير مجالي ولا ايه؟ بس المشكلة ان في اوقات كتير احنا بناخد القرار ده واحنا متأثرين بحماس الناس التانية. ممكن تشوف اصلا حد ناجح قوي وان هو فعلا عمل كارير شيفت وقدر يعمل فلوس وقدر يعمل دخل كبير، فتقول ايه؟ لا ده انا كمان انا عايزه اعمل كده، لا انا كمان انا عايزه اغير الكارير بتاعي. بس انا هطلب منك حاجة واحدة: انك تسمع الحلقة دي للنهاية وتجاوب معايا بصدق على السبع اسئلة اللي انا هقولهم لك. يمكن في اخر الحلقة تكتشف انك فعلا مستعد تبدأ رحلة جديدة، ويمكن تكتشف ان المشكلة اصلا مش في المجال لكنها في حاجة تانية خالص. فخليك سمع. السؤال الأول اللي أنا عايزة أسأله لك، والسؤال ده لازم تكون فيه صريح مع نفسك قبل أي حد لأن الإجابة هتفرق معاك كتير، وده سؤال مهم جدا: هو أنت عايز تغير مجالك ولا عايز تهرب من واقع مضايقك؟ وده في فرق كبير جدا بين الاتنين. يعني هل أنا مثلا المجال بتاعي هو اللي مضايقني؟ يعني هل الشغلانة نفسها هي اللي مضايقاني ولا مكان اللي فيه الشغلانة هو ده اللي مضايقني؟ ففي ناس بتصحى من النوم كل يوم وهي رايحة الشغل بتبقى مش طايقة تروحه، فتفتكر ان المشكلة في المهنة نفسها او في الكارير. بس الحقيقة ان المشكلة ممكن تكون اصلا في الشركة، ممكن تكون في المدير بتاعك، ممكن تكون في الورك انفايرمنت او بيئة العمل، ان البيئة مثلا ممكن تكون توكسيك او بيئة سامة، مش قائمة مثلا على القيل والقال، مش بتديك فرصة ان انت تطور من نفسك على الشائعات. فدي بيئة اصلا بتخليك تحت ضغط مستمر وتكره اي حاجة ليها علاقة بالشغل. بس دي بيئة الشغل مش الشغلانة نفسها. فخليني كده هسألك سؤال بسيط: لو صحيت بكرة ولقيت ان مرتبك مثلا زاد ومديرك بقى بيقدرك وساعات العمل بقت كويسة، يعني مش بيخلوك تسهر لحد 9 و10 و11 بالليل، بتروح في ساعات العمل العادية اللي هي الساعة 5 او الساعة 6، كمان ان الشركه بقت بتشجعك انك تتطور وانك تنمو في البوزيشن بتاعك او بيحصل لك بروموشن، فهل بقى هتفضل عايز تسيب مجالك؟ خد ثانيه كده وفكر. فلو كانت اجابتك لا، يبقى المشكله عمرها ما كانت في المجال، يعني المشكله مش في الشغلانه، المشكله في بيئه العمل اللي انت فيها. فلو حسيت ان حتى مع كل التحسينات اللي هي ممكن تحصل لك، ان انت لو مرتبك زاد، لو مديرك اتغير، لو بيئه العمل بقت افضل، وانك مش متخيل نفسك ان يعدي عليك 5 سنين
في نفس الشغلانه، يعني ان انت بتعمل نفس الشغل، او حتى يحصل لك بروموشن بس بتبقى بتعمل يعني انت في السكوب بتاع نفس الجوب ديسكريبشن بتاعتك او الوصف الوظيفي بتاعك. انت لو مش متخيل نفسك كده خلاص، يعني مش طايق بقى خالص اللي انت بتعمله، فهنا بقى لازم تبدأ تفكر بجد في ان انت تعمل كارير شيفت. كتير من الناس بيخلطوا بين كرههم لظروف الشغل وكرههم للمهنة نفسها، ودي اول غلطة ممكن تخلي اي حد ياخد قرار غلط ويندم عليه بعد كده، لانه هيضطر يدخل نفسه في حاجة لسه هيتعلمها ولسه هيبتدي فيها، ويا ينجح يا يفشل لحاجة هو اصلا عارفها. وده هياخدنا بقى للسؤال التاني، والسؤال التاني هو انت رايح للمجال الجديد ده لانك فعلا بتحبه ولا لانك شايف الناس كلها بتتكلم عنه؟ طيب خليني احكي لكم حاجه كده. احنا من كام سنه البرمجه بقى كان كل ما تفتح بقى التلفزيون برمجه برمجه، اتعلم برمجه واكسب بالدولار، البرمجه هي وظيفه المستقبل، مش عارفه ايه، وتلاقي كم من الانستتيوشنز او المعاهد المتخصصه اللي هي بتدرس الدبلومز والحاجات دي كلها شغاله على تدريس البرمجه. وبعدين تلاقي فتره كده من الركود ونبدا نسمع عن حاجه زي الديتا اناليسز او تحليل البيانات، بعد كده الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي. فكل شويه انت عمال تسمع على حاجات جديده وعمال تقول طب ما دي بتكسب فلوس، طب ما في ناس عملت منها فلوس، طب ما يلا بقى نروح. ده طبيعي جدا على فكره، ان كل موجه جديده ناس تقرر كتير ان هي تسيب المجال اللي شغاله فيه وتروح تجرب في مجال تاني عشان ما يفوتهاش قطر بقى وما يفوتهاش فلوس ولا فرصة ممكن تكون هي بتضيعها على نفسها. عشان احنا كبشر بنتأثر باللي حوالينا، فلما بنشوف حد او اقبال على حاجة كتير بتلاقي كده لوحدك انت رايح لها. زي مثلا لما كان بيحصل ايام الريان، الناس اصلا هو يعني اكيد مثلا حوالي نص الناس عارفه ان ده ممكن يبقى فيه احتمال نصب يعني، بس كان كل الناس بتروح تودي فلوسها للريان. فابتدت ان باقي الناس اللي هم حتى مش مصدقين فيه بيعملوا زي ما الناس ما بتعمل. زي يومين دول الناس كلها بتشتري ذهب، اللي معهوش يقعد يزنق على نفسه ويتدين عشان يروح يشتري ذهب. ليه؟ مش عشان حاجه اقتصاديه، ولا هو دارس، ولا هو فاهم هيطلع ولا هينزل ولا ايه اللي هيحصل، هو ماشي مع going with the flow، يعني ماشي مع التيار كده. الناس بتعمل ايه يلا انا اروح معاهم، بيشتروا دولار يلا انا اشتري معاهم، فاي حاجه في اي حاجه. وده طبعا مش صح، لان الصح انك تعرف انت بتحب تعمل ايه بناء على طبيعتك. يعني ما ينفعش اروح اعمل كارير شيفت لواحد خدمه عملاء مثلا طول الوقت بيتكلم على التليفون، وانا اصلا من طبعي اللي انا ما بحبش الناس، ما بحبش اتكلم اصلا في التليفون، ما عنديش خلق اللي انا اتعامل مع مشكله حد. فما ينفعش ان انا اروح اعمل كارير شيفت لحاجه انا مش جايه مع طبيعه شغلي. طيب في واحد تاني يقول لك ايه الديتا اناليسز وهي دي المستقبل، وتلاقي فيديوز كتير واكسب منها مش عارفه ايه والاف الدولارات على الديتا اناليسز. طب هو حضرتك بتعرف تقرا ارقام كويس؟ بتعرف تقرا ما بعد الارقام؟ هتقدر تتعامل مع سوفت وير كومبليكيتد زي حاجات زي التابلو او حاجه زي الباور بي اي؟ ماشي انت لما تدرسها هتبقى سهله، بس هل انت اصلا عندك الباشن او عندك الشغف اللي انت بتعرف تحب الارقام وتعرف تطلع منها حاجات؟ فطبعا لو كانت الاجابه لا، اوعى تعمل كده. واحد برضو يقول لك اصلي كان جت فتره كده ان الفوتوشوب بقى والالستريتور واروح ابقى جرافيك ديزاينر، او اللي انا اروح ابقى موشن جرافيك والكلام ده كله. هو اصلا ما بيعرفش يحط الوان على بعضها ولا فاهم اي حاجه في حاجه. حتى لو اتعلم وهو مش عارف او دي مش طبيعته، مش بيحب الحاجه دي، عمره ما هيعمل منها فلوس، وعمر ما هيبقى الكارير شيفت ده بطريقه صح. فكل ما فهمت نفسك اكتر كل ما اختيارك للمجال طبعا اللي انت هتشتغل فيه هيكون اذكى. ونيجي للسؤال الثالث، وده ناس كتير قوي بتتجاهله مع انه سؤال مهم جدا، وخاصة بقى على الناس اللي هي في الميدل مانجمنت او الناس اللي هم على المانجيريال ليفل. يعني حد بقاله مثلا 10 15 سنة في الشغل بقى اكسبرت، يعني عنده اكسبيرينس مثقلة في مجاله، يعني حد بقى خبير خلاص، يعني هو ممكن يدرس المجال بتاعه اصلا يعني. فبتحس ان بيجيله كده حاجة ان هو كأنه ماسك حاجة وبيمسح كل اللي بناه في السنين اللي فاتت.
فده طبعا بيبقى قرار صعب جدا، وانت وقتها بتحس ان هو انا هبتدي من from the scratch، يعني هبتدي خالص كده من الاول. يعني وارد كمان ان انا لو انا حاجه انا ما عنديش فيها معرفه، فان انا مثلا اروح اخد فيها كورس، فهتلاقي ناس اصغر مني مثلا ب 10 15 سنه قاعدين، فده احساس صعب، يعني ان انت حد كبير كده واحنا بنقول عليه عمده يعني في مجاله، وقاعد مع ناس صغيره ولسه بتتعلم وهو بيتعلم معاهم. فهو بيجي في دماغه هو انا ازاي بعد ما اعمل كل الخبرات دي في السنين دي كلها برجع تاني من الصفر. انا قلت لك لو انت فاكر في اول سؤال ان دي حاجه خلاص، انت لما يعني القرار اللي انت بتعمل كارير شيفت انت بتبقى قفلت من المجال، مش قفلت من مكان الشغل. فانت قفلت من مجال انت حاسس حتى بيبقى فيه ساتوريشن كده او درجه اشباع، انت مش عارف تدي اكتر من كده، مش هتعرف حتى تعمل النولج ترانسفيرنج، يعني ان انت تدي مثلا العلم بتاعك للي تحتك، مش عارف، خلاص جبت اخرك. يعني في ناس بتفقد الشغف كده حتى لو سنها كبير، وخاصه انت كل ما بتكبر بيبقى خلقك ضيق، ان انت حتى ايه، ان انت تعلم حد تحتك، ان انت تبقى صبور شويه على الشغلان اللي انت فيها بقالك سنين وتحافظ على اكل عيشك. لا، انت بيبقى خلاص بقى وصلت للمرحله اللي هو لا، انا عايزه اسيب كل حاجه وعايزه ابدا بقى في حاجه جديده ابني فيها نفسي من الاول، واشوف الشغل او طريقه الشغل بنظره جديده، بنظره فريش، مش الحد العجوز اللي عنده 15 سنه مش قصدي يعني سنا يعني، انما عجوز في خبرته في المجال بتاعه في الحته دي. وهنا هرجع اقول لك حاجه، ان انت خلي بالك انت مش بترجع للصفر. يعني انت حتى لما رحت قعدت جنب واحد اصغر منك 15 او 20 سنه ولا بتاع، فانت مش رجعت للصفر، لا، انت بتاخد معاك الخبرات اللي انت خدتها وطريقه تفكيرك وقدرتك حتى على حل المشكلات والتزامك ومهارات التواصل بتاعتك واداره الوقت، كل السوفت سكيلز والهارد سكيلز اللي انت اتعلمتها دي بتبقى ثابته معاك. يعني حتى لو انت رحت في مجال تاني، بس انت عارف تنظم وقتك ازاي، انت عارف تتواصل مع غيرك ازاي، عندك كوميونيكيشن سكيلز عاليه، عارف تعمل تايم مانجمنت، عارف تعمل تاسك الوكيشن، عارف تعمل كل حاجه تقدر ان انت تظبط بيها حتى في المجال الجديد اللي انت هتبتدي فيه. فما تفكرش ان انت هتبدا فروم ذا سكراتش قوي، لا، انت هتعدي بعدها بحته. فدي حاجه كويسه. اعتقد بقى لحد هنا انت ابتديت تبص لقرار الكارير شيفت بشكل مختلف شويه. يمكن كنت داخل الحلقه مستني مثلا تسمع مني ان هي جمله زي سيب شغلك وابدا من جديد، ولا العكس بقى اوعى تغير مجالك، والكلام الجميل اللي الناس بتعمل بيه هوك علشان تشد او تلفت نظرك على حته الكارير شيفت دي. بس في الحقيقه انا بقول لك حاجه، ان مفيش حد هيقدر يقول لك اعمل كارير شيفت الا نفسك. لان زي ما انا قلت لك كده، انت الوحيد اللي عارف طبيعتك، انت الوحيد اللي عارف انت بتحب تعمل ايه، عندك الشغف بيجي منين، قدراتك اولها ايه واخرها ايه. وده هياخدني للسؤال، ونيجي بقى للسؤال الرابع، هو انت فعلا مستعد ان انت تستثمر في نفسك من غير ما تستنى عائد؟ يعني على الاقل اول 6 شهور. وخليني اقول لك مثلا ان في ناس كتير بتبتدي ان هي تتعلم مهاره ومتوقعه ان هي هتتعلم المهاره دي مثلا في اسبوع، وهتبتدي تشتغل بعد شهر، هيخش لها مثلا 2000 3000 دولار بعد شهرين بالكتير. والكلام ده كله على ارض الواقع ده كلام مش صح خالص. وعلى فكره انا مش بقول لك ان هو اللي انت تتعلم مهاره في اسبوع دي حاجه صعبه، بس كل واحد زي ما انا قلت لك عارف طبيعته وعنده قدرات حتى في تعلم المهارات. وطبعا انا يعني دايما بعيد وبزيد في الموضوع ده، اهم حاجه وانت بتتعلم حاجه انك تطبقها بايدك، تعمل منها بورتفوليو. حتى لو انت التاسك اللي انت بتشتغل عليها او الحاجه اللي انت بتتعلمها دي assignment، يعني دي مش شغل حقيقي، بس اعمل بورتفوليو من الحاجات اللي انت بتتعلمها وابتدي يبقى عندك سابقه اعمال. بس نرجع تاني للحته اللي انت بتستثمر واللي انت بتتوقع بقى ان الناس بتفهم ان انا هعمل كارير شيفت فانا هاخد بالدولار بعدها بشهر شهرين بالكتير، وده موضوع مش صح تماما. في ناس، انا مش عايزه احبطك ولا عايزه اقول لك ان يعني خلي الدنيا ضلمه، بس في ناس بتستنى شهور ويمكن سنين لحد فعلا ما بتبقى على التراك الصح.
فانت لازم يكون عندك صبر وتفهم ان موضوع الكارير شيفت ده مش اللي انا هحول لحاجه علشان انا عندي ليها شغف وعلشان انا جبت اخري من المجال بتاعتي اللي انا هصحى من الصبح تاني يوم مليونير بقى وخلاص انا اتعلمت الشغل وكده. لا، انت لازم شويه صبر عشان تبتدي فعلا تدخل دخل حقيقي وتبتدي فعلا تبقى عندك استابيليتي او استقرار في المجال. السؤال الخامس بقى، وده برضو من الأسئلة المهمة جدا اللي لازم تسألها لنفسك ولازم تبقى مرتب لها قبل ما تفكر ان انت تعمل كارير شيفت، وهو انت فعلا عندك خطة ولا هو ده مجرد حماس فيك كده او حماس زائف يعني ولفترة وهيروح. فانت لو ما عندكش خطة لازم تبتدي تشتغل على خطة. يعني مثلا انا دلوقتي عايزة ادرس تسويق، فانا دلوقتي هبتدي او اغير المجال بتاعي للتسويق، فهبتدي ادرس بقى التسويق. ومش لازم اخد بقى سنين يعني في دراسه التسويق، بس هبتدي اشوف دبلومز او اشوف كورسز للحاجات اللي انا عايزه اتخصص فيها، وليكن مثلا السوشيال ميديا. فابتدي اشوف حد بيعمل كورس السوشيال ميديا وابتدي اشترك فيه واتابع معاه واعمل تاسك. وزي ما قلت لك بقى تبتدي تعمل من التاسك اللي انت بتاخدها من الكورس تبتدي بقى تعمل منها بورتفوليو، تبتدي تدور على عملاء. فلازم تخش في سايكل كده اللي انت تبقى مرتب نفسك، انا هعمل 1 2 3 علشان اجيب اول عميل. مش انا دخلت المجال كده وخلاص وانا بروح بقى للقنوات المختلفة على اليوتيوب، اروح لده شوية ولدي شوية وادخل بقى على يودمي وبعدين ادخل على كورسيرا وبعدين انا هقعد اقضيها طول الوقت كورسات. لا لا طبعا، انا ممكن كمان على فكرة اشتغل وان بارل انا بدرس. يعني مش لازم ابقى اكسبرت في المجال قوي عشان انا يجي لي اول شغلانه او احصل على اول عميل. بالعكس يعني في حاجات بسيطه زي مثلا حاجات الكنفا تقدر تبتدي بيها في المجال السوشيال ميديا، ان انت تقدر تتعلم ديزاينز، تقدر مثلا ان انت بترد، حتى بيبقى عاملين لك سكريبت وسيناريو فتبتدي في المودريشن انت ترد على العملاء وتاخد منهم الاستفسارات والاوردرز. دي مش محتاجه مهارات كتيره يعني. وان بارل برضو بالتوازي يعني اللي انت تبقى بتدرس. فلازم تبقى عندك خطه واضحه، مش تقول انا هصحى من النوم الصبح لا انا زهقت من الشغل انا رايح اعمل كارير شيفت وانا رايح اعمل اسيب الشغل بتاعي واروح بقى كده وانا كده ايه، ولا عامل خطه ولا عامل اي حاجه ومقضيها هازارد كده بدون اي هدف يعني. فلا، الخطه مهمه جدا جدا في مرحله الكارير شيفت. السؤال اللي بعد كده، في ناس برضو بشوفها كتير قوي بتخجل ان هي تعمله او بتسأله لنفسها، اللي هو هل انا يعني عندي استعداد اللي انا انشر الحاجات اللي انا بعملها الجديدة. يعني في ناس مثلا ايه بتبقى بقالها مثلا خبرة كبيرة في مجال الفاينانس او المالية يعني او المحاسبة الاكاونتنج، وتحول لكارير تاني وتبتدي مثلا ان هي تبقى مسوقة او تبتدي اللي هو يبقى جرافيك ديزاينر او اي حاجة هو اختارها. بس بقى يبقى في المستخبي كده، يبقى خايف ان هو يقول هو بيشتغل ايه جديد، يقول ان هو بيطور من نفسه، انه بيتعلم مهارة جديدة. وده غلط جدا، وخاصة لو انت اخترت مجال التسويق. اي كورس بتاخده لازم بتنزله على اللينكد ان، التاسك اللي انت بتعملها وتراجع عليها وشايف ان هي كويسة بتحطها في البورتفوليو وبتعرضها للناس على اللينكد ان. لان انت ما تعرفش وانت بتعرض حاجتك على اللينكد ان او بتعرضها على السوشيال ميديا، وطبعا بتعرضها لعملاء مش بتعرضها لاصحابك، يعني بتعرضها في مكان ما يبقاش عليه ناس زيك، مش جروب بتاعك في الكورس، مش جروب بتاع ناس مصممين مثلا وانت بتعرض تصميمات. لا، بتخش المكان اللي هو يبقى فيه عميل محتمل فتعرض عليه شغل. فما تتكسفش اللي انت تعمل كده، لان لو انت بتتكسف تعمل كده وبتعمل كارير شيفت وبتدارك اللي انت لسه بتتعلم او كده، عمر ما هيجيلك فرصة شغل جديدة. فانت لازم تبقى منفتح على بتعرض شغلك وتنفتح على العالم الجديد او الكارير الجديد اللي انت دخلت فيه علشان تقدر تجيب بيه شغل وتفضل مستقر فيه، ويبقى ده فعلا المجال بتاعك اللي انت هتستمر فيه بإذن الله. آخر سؤال بقى، وأتمنى يا رب إن أنت تفضل فاكره حتى بعد ما الحلقة دي تخلص، هو لو الطريق ده خد وقت هتكمل؟ يعني لو حسيت مثلا ان انت كنت مثلا في المجال اللي انت كنت فيه كنت بتتعلم اسهل، كنت الموضوع بالنسبه لك بيس اوف كيك، يعني زي ما بنقول كده حاجه سهله قوي ان انت تعملها، وجيت وانت بتعمل كارير شيفت لا انا بتعلم بصعوبه، لا انا في باريرز كتير، لا انا بقوم
بقع، مش بفضل ماشي في على طول زي ما انا كنت ماشي في الحاجة اللي انا عارفها. فهنا اقول لك لا، انت لازم تصبر، لان خلي بالك ان حتى في اي حاجة الحياة نفسها فيها فلكتويشن، يعني فيها تقلبات، حبة فوق وحبة تحت على رأي عدوية. فالدنيا مش ماشية على طول ستريت، ومش هتمشي على طول لفوق، يعني ممكن تبقى فوق قوي تروح جاي واقع. فانت لازم وانت بتفكر في موضوع الكارير شيفت، لازم ان انت تبقى حاطط في دماغك ان الحتة دي اللي انا هقع كتير، لان انا لسه بتعلم ومن غلطاتي هتعلم اكتر. فمثلا ممكن انت كمان تقعد تبعت مثلا سي فيز كتير، وهتلاقي ان في الاول محدش بيرد عليك، لان مثلا ممكن يبقى سنك كبير وانت عندك مثلا سنة خبرة في الحاجة الجديدة اللي انت بتعملها، فالناس ممكن تبقى مستغربة. مع ان ده يعني ما بقاش يحصل قوي، بس في ناس لسه مقفولة على الكلام ده، يعني ان هو بيربط سنك ب... وسنين خبرتك بايه مع بعض. يعني ازاي مثلا عنده سنة خبرة وهو عنده مثلا 40 ولا حاجة و30 سنة في الاخر يعني. ف... فممكن انت الكلام ده ان محدش بيرد عليك وانا عماله ابعت سي فيز ده يعمل لك احباط. فانا مش عايزاك تحبط يعني. ممكن اصلا ان انت تعمل انترفيو كمان وما تتقبلش، عادي جدا جدا. فده مش معناها ان الطريق بيقفل، لا، معناها ان الطريق لسه فيه حاجات تانية، يعني مش ده نصيبك، لسه في حاجات جاية احسن. فانت مش عايزاك ان انت لما تيجي تبقى خلاص عملت بورتفوليو، خلاص بقى عندك مثلا سابقة اعمال، بتعرض شغلك، ما بتلاقيش لايك، ما بتلاقيش عميل بيكلمك، ما بتلاقيش اتش ار مثلا بيعمل هيد هانت بيدور عليك. لا، ما هي الدنيا مش كلها كده، انت لازم تفضل تحاول مرة واثنين وثلاثة وتدخل كذا انترفيوز. حتى لو انت ما استفدتش حاجة من الانترفيو اللي انت يعني كناحية قبولك يعني للوظيفة، بس تبقى اخدت اكسبيرينس الانترفيو. يعني لما تيجي تعمل انترفيو تاني هتلاقي نفسك بتتكلم احسن، بتعرض نفسك بشكل احسن. فاوعى تفكر ان حاجة انت ممكن بتعملها النهارده ومش بتفيدك لبكره، لا، كل ما بتسعى ان شاء الله ان شاء الله سعيك ده هيكون وراه نجاح بعد كده كبير جدا. وعايزاك تقعد كده مع نفسك النهارده وتشوف الاسئله اللي احنا قلناها في الحلقه، وتقعد بجد تبقى صريح مع نفسك، هل فعلا انت محتاج تعمل كارير شيفت النهارده، ولا دي زي ما انا قلت لك كده في الاول، دي حاجه معتمده على ان انت تغير بيئه العمل. يعني مديرك بيضايقك، زمايلك في الشغل مش احسن حاجه، البيئه نفسها بيئه سامه، الحاجات دي كلها. فلازم تبقى صريح مع نفسك وتشوف الاسئله دي وتراجعها كويس جدا، لان موضوع الكارير شيفت ده مش حاجه سهله ابدا. انت كانك بتبتدي فعلا فروم ذا سكراتش، بتتحمل عواقب كتيره جدا. وعايزاك كمان لو الحلقه عجبتك تشاركها مع حد ممكن يستفاد منها. واستنوني في حلقه جديده من بودكاست خطوه واثر مع هند.